متابعي القناة. ناس كتير مننا شافت حفلة روائع الموجي اللي كانت موجودة في الرياض، اللي غنت فيها الفنانة أنغام، وظهرت الفنانة أنغام فيها بطلتين، طلة باللون الأخضر وطلة باللون الأصفر. أنغام اختارت ألوان صيفية لفساتينها في حفل روائع الموجي، وشاركت الفنانة أنغام الحفل وقدمت أغنيتين، هما أغنية صافيني مرة وأغنية عيون القلب، وكل أغنية فيهم ارتدت فيها فستان مختلف. فظهرت في أغنية صافيني مرة بفستان أخضر شيفون بتصميم ضربية في منطقة الصدر والبطن وبأكمام أوف شولدر متطايرة، وجاء لونه بيناسب بشرتها ونسقته مع مجوهرات بها أحجار خضراء أنيقة. أما الفقرة التانية من الحفل وهي بتغني أغنية عيون القلب، ارتدت فستان باللون الأصفر مطرز بالكامل من تصميم زهير مراد لمجموعة ريزورت 2023، لكن لونه لم يناسب بشرتها. أما بالنسبة لتصفيف شعرها فده ما اتغيرش في الطلتين، يكاد يكون هو نفس قصة الشعر هي، وكان القصتين متناسقين مع الفساتين اللي هي كانت لابساها. أنغام قدمت الحفل وكانت رائعة جدا، وكان الحفل موجود في الرياض، وكان تكريم للفنان محمد الموجي رحمة الله عليه. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد.